بتنسى كل حاجة ومش عارف تفتكر ازاي؟ جبت لك الحل في الفيديو ده. كتير مننا وان ما كانش كلنا بننسى بسرعة جدا، والنسيان بقى مش بس في المذاكرة مثلا، لا ده بقى في كل حاجة حرفيا. وانا من ضمن الناس اللي الموضوع ده كان مسبب لي عوائق في حاجات كتير كنت بعملها، لحد ما قررت ابحث في الموضوع ده واشوف سببه ايه وازاي اقدر احسن ذاكرتي ويبقى النسيان بشكل اقل. وبالفعل وصلت لنتائج كويسة حبيت اشاركها معاكم النهاردة في الفيديو ده. فيلا بينا اول حاجة نعرف ايه هي اسباب النسيان اصلا، وليه الذاكره ممكن تبقى ضعيفه بالشكل ده. خلينا متفقين في البدايه ان بقى فيه عوامل كتير جدا جدا بتسبب النسيان، واول حاجه من العوامل دي هي كثره الذنوب والمعاصي. وده لان كثره الذنوب والمعاصي بيخلي طريقك ضلمه وبتحجب عنك الرؤيه للصواب، وبتخليك تايه في دوامه ملهاش اول من آخر. وعشان كده هي من أهم وأكبر الأسباب اللي بتخليك تنسى وتأثر عليك بالسلب. كمان من الأسباب اللي بتسبب النسيان هي قلة النوم اللي بيأثر عليك وعلى عقلك لو ما أخدتش كفايتك من النوم، لأن ده بيؤدي للتعب والإرهاق لخلايا المخ، وبالتالي مخك مش هيبقى مركز أو مستوعب إن هو يحفظ أي حاجة أو يفتكرها. وكمان عدم المراجعة الدورية للحاجة اللي بتذاكرها أو عايز تحفظها. ومن أكبر الأسباب لضعف الذاكرة والنسيان هي المشتتات اللي بقت في كل حتة، زي التلفزيون والموبايل ومواقع السوشيال ميديا اللي بنقعد عليها بالساعات، واللي بيسبب بشكل ما تزاحم كبير جدا للمعلومات اللي بتدخلها خلال اليوم، أعلى بكتير من المعدل الطبيعي. وبالتالي مع مرور الأيام والوقت ده بيكون سبب من أسباب ضعف الذاكرة عندك. في كمان شوية أسباب صحية تانية بتسبب النسيان وضعف الذاكرة، زي خمول الغدة الدرقية وغيرها كتير من الأسباب اللي بتخليك تنسى وذاكرتك تبقى ضعيفة. ودلوقتي بعد ما عرفتك أهم الأسباب اللي بتخليك تنسى وتكون ذاكرتك ضعيفة، تعال أقولك بقى على شوية حاجات هتساعدك إن أنت تقدر تحسن من قدراتك على الحفظ والتذكر، وإن أنت تقوي قدرات الذاكرة بتاعتك. الذاكرة زيها زي عضلاتك بالظبط، علشان تحسنها محتاج تمرنها، ودي أول حاجة من الأسباب اللي هتخليك إن أنت تحسن ذاكرتك وقدراتك على التذكر بشكل كويس. وهي مجموعة من التمرينات والتدريبات الخاصة بتنشيط عقلك وتحسين الذاكرة بشكل فعلي وملحوظ وفي أقل وقت ممكن. هتسألني دلوقتي طيب إيه هي التمرينات دي؟ هقولك في كتب مخصصة فيها تمرينات كتير جدا تقدر إن أنت تطبقها وتحسن من ذاكرتك بشكل كبير جدا. وانا شخصيا طبقت كتير منها بشكل عملي وفرقت معايا جدا في تحسين درجة حفظ. لو حابب تعرف اكتر عن الكتب دي سيب تعليق على الفيديو ده وهرد عليك باسماء الكتب اللي انت محتاجها. وبلاش تطنش الخطوة دي لان هي هتفرق معاك جدا جدا ان انت تقدر تحسن من ذاكرتك بشكل قوي وفعال. وطبعا ما ينفعش ننسى النشاط والحركة والرياضة، لأن زي ما انت عارف العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة من الحاجات الأساسية اللي بتساعدك ان انت تحسن ذاكرتك. ومع انتظامك في الرياضة وممارستك للرياضة بشكل كويس لازم هتحتاج ان انت تظبط أكلك. وطبعا مفيش حد مش بيحب الأكل، ولكن خلي بالك لازم تظبط كمية الأكل اللي انت بتاكلها ويكون أكل صحي على قد ما تقدر. ويفضل ان انت تركز على أنواع المأكولات اللي فيها عنصر أوميجا 3 اللي هو بيساعدك جدا ويعتبر عنصر أساسي علشان يكون عندك ذاكرة قوية. من الحاجات الغنية بعنصر أوميجا 3 هي الأسماك والمكسرات، وخصوصا الكاجو والحمص، لأن فيهم كمية من الدهون المفيدة للمخ، والمخ بيحتاجها بشكل أساسي وبتساعد بشكل كبير جدا على تنشيط الذاكرة. ومن أكتر الحاجات اللي هتساعدك إن أنت تنشط ذاكرتك باستمرار وتقلل جدا من إصابتك بالنسيان هي إن أنت تكون دايما بتطلع على مجالات متنوعة توسع مداركك. وبكده أكون قلت لك في الفيديو ده على أهم الأسباب اللي بتسبب ضعف الذاكرة والنسيان، وكمان أفضل الطرق اللي تقدر تنشط بيها ذاكرتك تفتكر كل معلومة بشكل كويس جدا. أتمنى تكون استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومة بسيطة، وقول لي في الكومنتات إيه هو أكتر سبب من الأسباب دي حسيت إن هو السبب الرئيسي اللي بيخليك تنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.